السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانين ومهنين ومرتاحين؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله عندنا واحد لاغوسيت اللي هي كتكون في العيد الكبير، من العادات ديالنا ديال العيد الكبير. هادو الحمايس، هادي الفولاد ديال الحولي والكلوه ديالو. يعني هادي ضروري كتكون عندنا حنا نهار العيد، نهار تاني عيد عفوا، في العشيه. لابد من هادي حنا كناكلوها مع البطبوط. كتجي زوينه، يعني بالنسبه لنا حنا كنديروها مع البطبوط. بالنسبه للمقادير، عندنا هنايا القرفه عواد، عندنا معلقه ديال السمن، وعندنا نص معلقه البزار، 4 معالق ديال القرفه، دويمه ديال الزعفران والزعفران الحر والملحه. هادي بالنسبه للقامه اللي غادي تكون فيها. وعندنا واحد البصله، الا كانت خضاريه غتكون حسن. عاشر البصله خضاريه بنينه. وعندنا قبيطه ديال القزبور. دابا غادي ناخذ ان شاء الله واحد الطنجره وغنديروا فيها هذوك الحمايس. غنزيدوا معاهم واحد الكاس ديال الماء، يعني كاس العنبه، ما يكونش عامر. وكنبداو نديروا في هذيك القامه. درت القرفه وغادي ندير دابا السمن. كما قلت لكم هذه راه كتجي ممتازه، ماشي تكون فيها هاد الوجبه هادي. اللي سخفاني يديرها بصراحه، هكا شي حد مريض ولا نفيسه ولا شي حاجه، ولكن حتى الانسان العادي. غادي ندير ديك المعلقه ديال الابزار، 3 العويدات ديال القرفه. القرفه راه كنديروها عواد وكنديروها هكاك مدقوقه. دابا غادي ندير ديك دويمه الزعفران، شويه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه، والزعفران الحر. هو فعلا الزعفران الحر كيتقنها مزيان هاد الوجبه هادي اكيد. يعني الزعفران الحر كيتقن تبارك الله كاع الماكله. المهم غادي نحرك هكا شويه باش يتنسجم معاه داك الاقامه، وغنخليها تغلي واحد شويه. وعاد باش ان شاء الله نزيدو على البصله شي من بعد ما غلات شويه. شي اللون ديال هذوك الفولات كيبدا كيتبدل اللون ديالهم. كنزيدو عليها القبيطه ديال القزبور وهذيك البصيله. كيف ما قلت لكم، الا كان الوقت ديال البصله خضاريه كتجي معاها رائعه ما شاء الله. صافي دابا غادي نزيدو داك الكماله ديال الكاس ديال الماء، لان هي هذيك كتجي تقريبا بحال الشكل ديال الشوربه. يعني حتى اللي ما بغاش ياكلها بالبطبوط راه ممكن ياكلها غير كشوربه، فهمتي؟ كتجي رائعه، ماشي هي تكون فيها عوالي الكبير. ان شاء الله قرب ممكن يديروا يعني بكل سهوله. ولكن اللي عجباتو يدير لينا لايك، اللي ما عجباتوش يدير ديزلايك. دابا زدت هذاك الكماله ديال الكاس ديال الماء اللي بقات. صافي دابا غادي نغطي عليها ونخليها ان شاء الله حتى طيب، ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. هنايا شوفوا، هي من بعد ما طاب هذيك شوفوا كيبقى فيها لاصوص، لان قلت لكم هي كيجي على شكل كانها شوربه. كاين اللي بغى كيشربها بمعلقه، وكاين اللي يغمسها بالبطبوط او الخبز. حنا بالنسبه لينا ضروري خصنا نصيبوا البطبوط على قبل هاد الوجبه هادي. الوالد الله يرحمه تيقول لك لا، خاص تبقاو تابعين العادات. الله يرحمه ويوسع عليه، يرحم جميع موتى المسلمين يا رب. ها هو الشكل ديالها النهائي. شوفوا كيفاش كتجي ممتازه، ماشي هي تكون فيها الشكل ديالها. لونها هنا باين عندي مختلف على اللون اللي عندي في الكاميرا، ولكن فعلا راها كتجي ما شاء الله. ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الكوليسترول، يعني يحاولوا ما ياكلوش هاد الوجبه هادي، لانها غنيه بالدهون، غنيه نيت. هو البطبوط ديالنا اللي وجدنا معاها كما قلت لكم، البطبوط من الضروريات باش تكال بيه. ولكن اللي بغى ياكلها بخبيز ياكلها، ماشي مشكل. نتمنى ان شاء الله لا غوسيت تعجبكم. ما تنسوناش من لي جيم ولي كومونتير، ومرحبا بالجميع في قناه شهوات نجوته، والى فيديو قادم والى اللقاء.